عارف انت احساس لما تكون راجع من الشغل في اخر الشهر وفجأة تشم ريحة سماش برجر وتصرف اخر فلوس معاك، وبعد ما تاكل تفتكر ان انت على الله حكايتك؟ تعالى بقى اقولك على طريقة اسهل من السهولة في البيت وطعمها ملوش حل. اول حاجة هنجيب لحمة مفرومة تكون فيها نسبة دهون 20%، وهنصفيها كويس بايدينا، وبعد كده وننزل منها كل المية، وبعد كده هنكورها وهنسيبها في التلاجة ترتاح شوية. في طاسة هحط فيها مكعب زبدة وهنزل بالبصل جوليان، واول ما يدبل هنزل عليه بالمشروم. في نفس الطاسة هقوم حاطة الكور اللحمة المفرومة اللي انا عملتها واضغط عليها باي حاجة، ولازم يكون في طبقة ورقة زبدة عشان تعمل عازل، عشان اللحمة ما تلزقش في الحاجة اللي انا بضغط بيها دي. وهتبلها بملح وفلفل بس. هنا حطيت شرايح جبنة التشيدر لحد ما تسيح وتبقى معايا بالشكل ده. دهنت في الساندوتش في الاول تكساس صوص، وهنزل عليه بالبرجر والبصل المكرمل والمشروم، وبألف هنا. سيبوكوا بقى من العبث ده، انا عملت ليه ساندوتش برجر بالبيض، بصراحة كان وحشني قوي وانبسطت بيه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير. باي باي.